اهلا ومرحبا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. مخرجنا بيحكي لي معنا اتصال. نائل مساء الخير يا نائل النجار. راح الاتصال مع نائل. طيب تحياتنا لك نائل. بدي اوجه تحياتي يعني للاخ فيصل العمري. فيصل بعت لي مسج طويل ولكن انا راح بقراه كامل لانه يعني المبادرة اللي بيحكي فيها الأخ فيصل بسوى نحكي فيها، وبصراحة الأردن وشعبنا بحاجة للناس اللي بتحس بالناس الفقراء والناس المحتاجين أمثال الأخ فيصل. تحياتي لك وأنت نشمي من نشامة هذا الوطن. مهندس عروب السلام عليكم ورحمة الله. متابعة للموضوع الذي طرحته يوم أمس بخصوص التواصل مع النشامة والنشميات المغتربين لدعم إخواننا المحتاجين في وطننا الحبيب، فإنني أقترح على إخواني المغتربين الذين يملأ قلوبهم حب هذا الوطن أن يتبرعوا بمبلغ 100 دينار سنويا فقط. يعني والله 100 دينار سنوي ما بعرف، وحسب ما أعرف أنه يوجد فقط في الخليج حوالي 750 ألف مغترب، فيتم جمع مبلغ 75 مليون دينار سنوي، وهو أقل ما يجب أن نقوم به تجاه هذا الوطن الذي لم يبخل علينا يوم. وأقترح أن يقوم صندوق الزكاة أو الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بتولي هذا الموضوع وإيصال المساعدات لكل محتاج. أيها الأخوة، أن هذا هو قمة صور التكافل الاجتماعي، وهذا واجب علينا تجاه كل محتاج في أسرتنا الأردنية الكبيرة. حمى الله الأردن تحت ظل الراية الهاشمية، وأدام الله سيد البلاد أبو الحسين أطال الله في عمره. والله يا فيصل كل التحيات والاحترام والتقدير لشخصك على هالكلام الطيب وعلى هالمبادرة الحلوة وعلى هالحس اللي عندك وعلى هالحس الوطني والإنساني. يعني أنت مغترب برا الوطن، هاكل هم ابناء الوطن، وهذا اللي احنا بندور عليه دائما. تحياتي لك. والمبادره اللي بتحكي فيها انا رح ارجع اسلط الضوء عليها، بس خلينا نرجع ناخذ اتصال اخ نائل. مساء الخير. مساء النور، كيفك مهندس عروب؟ يا هلا يا نائل. الله يعطيك العافيه. يعافيك يا رب. يا مهندس عروب، احنا بالنسبه لنا في عندنا مشكله يعني لها تقريبا سنتين ولحتى الان ما احنا لاقيين لها اي حل. نعم تفضل. مهندس عروب، طبعا دار الشؤون الفلسطينيه في مخيم البقعه نعم بتقوم على توسعه احدى شوارع المخيم. نعم. مما يقتضي الى ازاله بعض المحلات. نعم. هناك تقريبا 76 محل واقع ضمن الازاله. 75 محل؟ 76. نعم. احنا رجعنا يعني الدائره اكثر من مره على اساس انهم يفهموا مشكلتنا، ولحتى الان ما في اي حل. يعني رجعنا الدائره ورجعنا وزاره الخارجيه وودينا كتاب لدوله رئيس الوزراء، ولحتى الان ما لقيناش حل لمشكلتنا. نعم، يعني بدهم يوسعوا الشارع، بدهم يزيلوا 75 محل ولا اكشاك هاي يا نائل؟ هي الاكشاك هاي يا اختي 76 محل هم بيسموها اكشاك. نعم. بس هي يا اختي في الحقيقه هي محلات تجاريه، يعني هاي محلات اسمنت وكذا. يعني اللي بيسمع بكلمه اكشاك ممكن يقول لك هذول بجوز ببيعوا كعك ولا بيع ولا يعني احنا هاي مش بالضروره. في محلات متنوعه اكسسوارات، في محلات حلويات مشكله. نعم. فاحنا يا اختي دار الشؤون الفلسطينيه بدها تقوم على ازاله 76 محل. احنا نعم. بالنسبه لنا ما عندنا مشكله لازاله هاي المحلات، احنا رحبنا في هذا الموضوع لانه نعم. توسعه الطريق بتهدف لخدمه ابناء المخيم، واحنا نعم. ضد هذا الحكي. احنا بالعكس مع التوسعه، واحنا اي شيء مصلحه ابناء المخيم احنا معاه مش ضده. بس احنا يا اختي بدناش يكون هاي الازاله على حساب مصلحتنا الخاصه. طبعا يعني في بيوت ناس فاتحه من وراء هالمحلات هاي. اكيد. هاي يا اختي يا مهندس عروب، هاي المحلات بتعيل مئات العائلات. يعني في ناس كثير بتترزق من هاي المحلات، وهاي المحلات بنيناها بعرق جبيننا، بذلنا من اجل الغالي والنفيس. يعني في محلات قائمه لها 20 عام وبتصرف على اكثر من عيله. نعم. فتيجي دار الشؤون الفلسطينيه تشيل هذا المحل او تزيل هذا المحل وتعطينا حلول يعني عباره عن مسرحيات، هذا الحكي احنا ما بنقبله. نعم. احنا يا مهندس عروب دار الشؤون الفلسطينيه قامت ببناء مجمع. نعم. مجمع بعيد عن السوق الرئيسي. نعم. وهذا مطالبه التجار بالانتقال الى هذا المجمع. المجمع لا يلبي طموحات التجار. احنا شعرنا دار الشؤون الفلسطينيه من البدايه انه انتم اذا بدكم تعوضونا او
تجدوا لنا بديل يكون بديل مناسب. طب ليش ما له المجمع؟ من شو بشكي المجمع يا نائل؟ يا اختي يا مهندس عروب، المجمع نعم. احنا المجمعات في البقعه اثبتت فشلها، ما في مجمع في البقعه ناجح. كان في اكثر من تجربه لهي المجمعات في داخل المخيم وكانت يا اختي كلها فاشله. حكي عن ذلك مساحات المحلات المبنيه اصغر من مساحه محلاتنا الحاليه، ومخارج المجمع ومداخله ضيقه يا اختي، والمجمع بعيد عن السوق الرئيسي، يعني عباره عن زنازين انفراديه. دار شؤون فلسطينيه بانيه للتجار زنازين، مش بانيه محلات. نعم. الاصل انها كانت هي تيجي وتشوف شو راي التجار بهذا الموضوع وتبني محلات نفس يعني قوه هاي المحلات، محلات واقعه على الشارع مباشر تعطيني محل على الشارع مباشر. اما انا محلي واقع على الشارع مباشر وحركتي ما شاء الله ممتازه، تيجي تحطني داخل مجمع عباره عن زنازين انفراديه، احنا هذا الحكي ما بنقبل فيه وبنرفضه. طيب احنا يا مهندس عروب احنا مش هنا المشكله، مش هنا المشكله. وين المشكله؟ المشكله يا مهندس عروب احنا قدمنا اعتراضنا على المجمع. دار الشؤون الفلسطينيه طالبت التجار انه اللي ما بيعجبه المحل المقترح داخل المجمع يقدم اعتراضه للبدء الفوري معاه بعمليه التعويض. نعم. يعني انت قدم اعتراضك على المحل المقترح داخل المجمع علشان احنا نبلش معاك في عمليه التعويض. طالبت التجار بقدموا اعتراضاتهم، وحتى في ناس طلبتهم بتصفيه محلاتهم. كان في عندنا عيد اضحى، قالت يعني في معاكم فتره جايكم عيد تقدروا تصفوا محلاتكم، وفي بعض التجار يا اختي صفت محلاتها. يعني احنا بالنسبه لنا استلمنا اشعارات اخلاء، ودار الشؤون الفلسطينيه طالبت منا تقديم اعتراض على المحل في داخل المجمع المقترح، وقدمنا اعتراضنا، وفي بعض محلات حجرت التصفيه واصبحت حاليا محلاتها فارغه، ودار الشؤون الفلسطينيه بتتفرج علينا. وانا اقول لك شغله، يعني ما حكت مع تجار، بالعكس تتفرج تقول لك بدنا نعمل دراسه، في ناس بدها تعمل، في لجنه نازله، في مش عارف شو. طيب نائل مين هاي؟ يا نائل اعطيني بالله المنطقه وين بالبقعه؟ البقعه يا اختي سوق البقعه، شارع العيادات في السوق. طيب سوق البقعه. احنا يا مهندس عروب نعم احنا يا مهندس حكينا مع اكثر من جهه، واحنا يعني ما خلينا، يعني راجعنا بكل الدوائر، ما فيش حل، يعني ما في حل. دار الشؤون الفلسطينيه بتعمل مسرحيات. طيب يعني طيب اخي نائل تحملنا معلش بس دقيقه، ما بدي اياك تضل معنا على الخط. انا هلا بدي اجمعك بالمسؤولين، لكن معنا فاصل صغير خلينا ناخذه وبنرجع. خليكم معنا مشاهدينا.